كابتن خالد السماير، نرحب فيك عبر صحيفة سبورت في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. أهلا فيكم، نورتوا بعثكم الثاني، وأشكر راعي سبورت على هذه الاستضافة المميزة. خالد، قبل لا نبدأ معك عرف الجمهور عن نفسك. معكم خالد محمد السميري، 18 سنة، لاعب نادي الاتحاد، ملتحق لدرجة الشباب. والله أنا ابتديت في مدرسة أبناء العميد في نادي الاتحاد. بعدين التحقت لعبة الجمباز. صراحة هي لعبة مرة يعني جميلة وفي نفس الوقت خطيرة. بعدين التحقت في أكاديمية النادي الأهلي، والله ما وفقني ورجعت البيت الأول نادي الاتحاد. اللهم في ثلاثة أنا عندي صراحة. الأول تشافي هرنانديز، والثاني دي روسي، هذا عالميا، ومحليا أنا النجم سعود كريري. والله الصراحة هم في مدربين يعني بصراحة مو خالد اللي قيم المدرب، بس يعني كان لهم الفضل إنه مستوى خالد السميري تطور. صراحة أنا مهما سويت ما وفيهم حقهم. هما خالد الشنيف اتدربت معه في أكاديمية النادي الأهلي، والكابتن عمرو أنور. الصراحة بعد فترة الإمساك الواحد يصلي الفجر وينام، يصحى صلاة الظهر، يصلي ويقرأ قرآن. صلاة العصر يصليها، بعدين نروح يشوف أشياء الأهل، بعدين تيجي وجبة الإفطار، الواحد يفطر مع أهله وحبايبه، وأحرص إنه الوجبة تكون خفيفة عشان التمرين. أريح بعد الإفطار لأذان العشاء، أصلي بعض من التراويح، بعدين أروح النادي وتكون تمارين. نجوم لعبة الجمباز كابتن فهد السميري، كابتن ناصر السميري، نرحب فيكم عبر صحيفة سبورت. في بداية عرفوا جمهور الاتحاد عن نفسكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي فهد محمد السميري، لاعب جمباز، حاليا في الدرجة الشباب، ولاعب منتخب السعودية في مرحلة الشباب. أول شيء الله يحييكم في بيتكم الثاني. أول شيء اسمي محمد سعد السميري، في لعبة الجمباز في نادي الاتحاد، عمري 12 سنة، مرحلة الناشئين، لاعب منتخب مرحلة الناشئين. طب خليني أسألك يا فهد، إيش اللي خلاك تدخل لعبة الجمباز رغم أن كل الأعمار اللي بقدك بيتجهوا لكرة القدم؟ والله القصة بدأت اتجهنا أنا وأبوي وأخواني إلى نادي الاتحاد. فجذبت اللعبة دي، حبيتها، ونظرت اللعيبة الكبار فحبيتها حب زيادة عن اللزوم بس، وكملت فيها إلى اليوم هذا. تناصر عشان فهد دخل ودخلت معاه ولا كذا من رغم من عندك؟ عندي لا. أول شيء يعني هم دخلوا، بس أنا قعدت يعني كل يوم مع أبوي أطلع من دراجات فوق، يعني أحاول أنزل تحت. كابتن قلت عمرك صغير، يلمن يعني كذا ما حزنت وهذا. طبعا حتى اللعبة هذه إني قلت كل الناس يعني كورة ومدري، يمكن الله يعطيني موهبة في ذي اللعبة، يعطينا قدرة عليها. نزلت على طول، كلمت الكابتن، قلت له كابتن، كان معانا كابتن عبد المنعم الله يشفيه، قلت له الكابتن ممكن يعني أدخل مع أخواني ذي اللعبة، لأن هذه اللعبة كابتن أنا حبيتها، ويعني أبغاها هذه اللعبة غير الألعاب الباقية، هذه لعبة مميزة بالنسبة لي. والله برنامج اليومي أتسحر وأصلي، بعدين أقرأ قرآن، بعدين أنام، وبعد ذلك أصحى أصلي وأكمل يومي عادي. وبعد العشاء أروح النادي أتمرن حسب الأوقات اللي كابتن يقولها، وكذا يخلص يومي. وجبة تحرص على وجودها في سفرة الفطور؟ والله كل شيء نعمة. ما عندي وجبة. أنت يا ناصر وجبة لازم تكون موجودة، تكلم أمك تقول يا أمي لازم هاي تكون موجودة في السفرة اليوم، إذا ما هي موجودة أنا ماني مفطر. لا، هي في اثنين، المعصوب والسمبوسة. تصوم أنت يا ناصر؟ هي والله صوم.
من متى بديت تصوم؟ بدأت أصوم يعني سنة ثانية، صراحة سنة ثانية، سنة طب. رمضان ديك. صراحة ما في يوم كذا جيت تعبان ودخلت المطبخ وشربت مويه من غير ما حد يدري؟ لا يعني سنة ثانية، سنة أولى يعني تسوي نفسك إنك صايم يعني قدامهم، تشرب وتاكل وتسوي كل شيء مع أمك. أنت رايح لا تنسى، نسيت تنسى. شربت مويه كثير، شربت مويه شبعت، واقعد شوية كذا يقول أمي جهز السفرة معايا، وأنا تذكرت السفرة معايا، يجهز السفرة معايا يا رمضان. صرت مع كابتن عادل الربيع في بطولة الكويت 2012، وهذه صورتي مع كابتن عبد المنعم عم أحمد، عمري 4 سنوات، الله يخليهم إن شاء الله. هنا صورة مع شقيقي فهد، صوت الخليج الكويت. هنا كؤوس فردي عام وأجهزة. وهنا أهم إنجازاتي، منها بطولة الخليج، هنا بطولة الخليج مدرسية. الصراحة أقولها للوالد والوالدة والأخواني، وأقولها لأخواني في الفريق ولجماهير نادي الاتحاد، أقول لهم كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك. وأقولها لأخوي وحبيبي عبد الله سعد. والله أهديها لأبويا وأمي وأخواني ومدربين في نادي الاتحاد وأخواني اللاعبين، وأتمنى يكون رمضان مبارك عليهم إن شاء الله. أنا أهديها أولا على الوالدة الوالد، وثانيا أهديها على الكابتن القدير كابتن سامح وكابتن عادل وكابتن عبد المنعم، كلهم لهم الفضل علي، وكابتن خالد العمري. وثالثا متابعيني في الفيسبوك وتويتر والانستغرام كلهم، وجماهير نادي الاتحاد. يعطيك العافية.